عملنا الأساسي ذو شقين: خدمي، يعني نحن عمل قنصلي وعمل ثقافي وعمل إداري ومالي يتعلق بخدمة الناس في جاليتنا، يعني في روسيا، والتعامل مع الأصدقاء في الدولة المضيفة بكل المجالات. وطبعا في هناك كمان في شق آخر هو الشق السياسي المتعلق بالدفاع عن مصالح بلادنا على المستوى السياسي أيضا في الدولة المضيفة. فهذا كله يعني عبء يومي نقوم به كلنا كأعضاء في السفارة، وبالتعاون طبعا مع الأصدقاء. اليوم الدعوة كانت موجهة للجالية الكريمة لحتى نحتفل بالتغيير مع بعض، بعتذر منكم، نحتفل بالتغيير بانتصار إرادة الشعب السوري بإسقاط عهد الظلم وبداية عهد جديد، عهد يدعو إلى التفاؤل بغد مشرق، وإن شاء الله بيكون الغد أفضل من الأمس بعون الله. هذا هو الشعار الرئيسي الذي يجب أن ننطلق منه، ولبناء وطن جديد يكون عنوان المرحلة الرئيسية فيه هو الازدهار والمحبة والسلام وإعادة البناء. نحن من أيام إسقاط الدولة العثمانية في سوريا كان القاسم المشترك الجامع لجميع السوريين هو الوطن لله والدين، الدين لله والوطن للجميع، ما هيك؟ هذا اللي كان الشعار يلي جمع كل السوريين، وكان شعار سليم، وبفضل هذا الشعار استطعنا أن نبني دولتنا ونصل إلى محاربة الانتداب الفرنسي ثم الاستقلال وبناء الدولة السورية التي علمتنا وخرجتنا ودرستنا وصرنا ما صرنا إليه. أنا عم بحكي عن الدولة السورية وليس النظام. ويمكن حتتفاجئوا هلا لما بقول لكم انه بالاساس ما كان في نظام باي مرحله. لو كان في نظام كان دافع عن نفسه على الاقل. اللي كان موجود هو منظومه فساد، منظومه مافيويه رهنت مصالح البلد لخدمه مآربها الشخصيه، ولذلك يعني كما شفتوا سقطت هذه المنظومة بهذه الظروف وبهذه السرعة التي تحدثت